يا أهلا بيكم. النهاردة هنرجع بالزمن لورا لحقبة كانت نقطة تحول في تاريخ مصر القديمة. فترة مصر فيها ما كانتش مجرد دولة قوية، لا، دي كانت إمبراطورية جبارة بتتوسع بشكل عمره ما حصل قبل كده. سؤال مهم جدا، وفي حلقتنا دي هنفك شفرة الإجابة بتاعته. هنشوف مع بعض إزاي مصر قدرت تتحول من بلد كانت تحت الاحتلال إنها تقوم تقف على رجليها تاني وتتحول لإمبراطورية عظيمة بتهز العالم كله بعد ما قدرت تطرد الهكسوس. الحقبة دي اللي هي الأسرات ال18 وال19 وال20 ليها أسماء تقيلة كده. طب يا ترى الأسماء الكبيرة دي جت منين؟ الحكاية كلها ليها سببين أساسيين. يعني ببساطة كده نقدر نقول إن الجيش القوي ده كان هو الموتور، والإمبراطورية الضخمة دي كانت العربية اللي الموتور ده بيجري بيها. والحركة دي هي اللي قلبت موازين القوة في العالم القديم كله، وحطت مصر في حتة تانية خالص. طيب إزاي عملوا كده؟ إيه كانت الوصفة السحرية للتحول ده كله؟ الدولة الحديثة كانت واقفة على 5 عمدان أو أركان أساسية. الخمس نقط دول مش مجرد قايمة، دول كانوا تروس في مكنة واحدة شغالة مع بعض. يعني الجيش القوي هو اللي بنى الإمبراطورية، والإمبراطورية دي هي اللي جابت الفلوس والموارد اللي خلت الحضارة تزدهر والتجارة تكبر وحتى الأفكار الدينية تتغير. بس لو بصينا على الأساس، على حجر الزاوية لكل ده، هنلاقيه هو الجيش والإمبراطورية اللي عملها. وهنا لازم نقف عند كلمة إمبراطورية دي شوية. مصر في الوقت ده ما كانتش مجرد مملكة على قدها، لأ، دي اتحولت لقوة عظمى ليها أزرع في كل حتة، بتسيطر على أراضي وشعوب من أول نهر الفرات في آسيا لحد ما نوصل للجندل الرابع في قلب أفريقيا. يعني بنتكلم على خريطة شكلها اتغير تماماً. طب مين بقى الناس التقيلة اللي عملت كل ده؟ مين الأبطال اللي حولوا الحلم ده لحقيقة على الأرض؟ تعالوا نتعرف عليهم. نقطة البداية، الشرارة الأولى، كانت مع الملك أحمس الأول، مؤسس الدولة الحديثة. الراجل ده كانت على أكتافه مهمة شبه مستحيلة. هو مش بس طرد الهكسوس بعد احتلال فضل أكتر من 100 سنة، لأ، ده كمان لم شمل البلد تاني وراح مأمن الحدود الجنوبية والشمالية، وكأنه كان بيقول للعالم كله إحنا راجعين. بس أحمس ما كانش مجرد قائد عسكري. في وقت السلم كان تركيزه كله على إعادة البناء. كان بيرمم المعابد اللي الهكسوس دمروها، لأنه كان فاهم كويس قوي إن بناء الدولة مش بس جيش وسلاح. بناء الدولة كمان هو إنك ترجع للناس هويتهم وثقافتهم، وتعيد بناء الروح اللي اتكسرت عشان هيبة البلد ترجع أقوى من الأول. بعد أحمس ما حط الأساس، جه بعده تحتمس الأول، والراجل ده بقى قرر ياخد الموضوع لمستوى تاني خالص. ما اكتفاش بتأمين الحدود، لأ، ده قالك أنا هتوسع. مد حدود الإمبراطورية جنوباً وشرقاً لحتت عمر مصر ما وصلت لها قبل كده. وهو كمان صاحب فكرة الدفن في وادي الملوك، المكان السري اللي بقى المثوى الأخير لأعظم فراعنة مصر. وبعدين بيحصل تغيير مفاجئ في الاستراتيجية. بتظهر على الساحة واحدة من أقوى السيدات في التاريخ كله، الملكة حتشبسوت. حتشبسوت كان ليها رؤية مختلفة تماما. قالت إن القوة مش لازم تيجي من السيف وبس، دي ركزت على التجارة وبعتت بعثات تجارية لبلاد بعيدة، وركزت على البناء والعمارة. يعني فتحت لمصر أبواب تانية خالص للثروة والنفوذ. لكن السلام ده ما استمرش كتير. اللي جه بعد حتشبسوت كان العكس تماماً. خليفتها تحتمس الثالث كان ليه فلسفة تانية خالص. فلسفة بتتلخص في الرقم اللي قدامنا ده، 16. 16 حملة عسكرية كاملة قادها بنفسه على آسيا. رقم مرعب. التناقض ده بين ملكة بتبني وملك بيحارب هو ده بالظبط اللي بيورينا عظمة الدولة الحديثة. بيورينا قد إيه الدولة دي كانت مرنة، بتقدر تغير جلدها وتغير استراتيجيتها بالكامل حسب الظروف، مرة دبلوماسية وتجارة ومرة سيف وحرب. والقدرة على التغيير دي كانت سر قوتها الحقيقي. وهنا بقى لازم نتكلم عن تحتمس الثالث شوية. الراجل ده مش مجرد ملك محارب، هو بيتوصف بأنه من أعظم الفراعنة المحاربين في تاريخ مصر. بس العبقرية الحقيقية بتاعته ما كانتش في الحرب وبس، كانت في السياسة والدهاء، في إزاي يدير الإمبراطورية دي ويحافظ عليها. ولو هنتكلم على عبقريته العسكرية، يبقى لازم نذكر معركة مجدو. دي كانت المعركة اللي واجه فيها لوحده تحالف كامل من أمراء آسيا كانوا بيتمردوا على الحكم المصري، والنتيجة انتصار مصري كاسح صحق فيه التمرد ده كله، ورجع هيبة مصر في آسيا تاني وبشكل أقوى من الأول. بس تحتمس الثالث كان بيفكر في اللي بعد كده. هو كسب الحرب تمام، بس السؤال الأهم، إزاي يضمن إن التمرد ده ما يتكررش تاني؟ إزاي يضمن ولاء الناس دي على المدى الطويل؟ وهنا بقى بتظهر عبقرية السياسي مش بس المحارب، لأنه كان فاهم حقيقة مهمة جدا: السيف ممكن يكسب لك معركة، لكنه مش هيكسب لك الولاء.
فكانت استراتيجيته عبقرية بكل المقاييس. عمل إيه؟ راح جايب أولاد الأمراء اللي هزمهم دول، عيالهم الصغيرين، وخدهم يعيشوا معاه في القصر في مصر، وهناك علمهم اللغة المصرية والعادات والتقاليد المصرية، خلاهم يشربوا الثقافة المصرية، كأنه كان بيزرع جواهم حب وولاء لمصر من هم صغيرين. بدل ما يستنى الجيل ده يكبر ويحاربه، قرر يربيه على إيده. والخطة نجحت. لما الأمراء الصغيرين دول كبروا ورجعوا بلادهم عشان يمسكوا الحكم مكان آبائهم، كانوا خلاص بقوا مصريين أكتر من أي حاجة تانية، ولائهم الأول والأخير كان لمصر. السياسة دي اللي بنسميها النهاردة القوة الناعمة كانت سلاح تحتمس السري للحفاظ على إمبراطورية ضخمة ومستقرة من غير ما يضطر يدخل حروب كل شوية. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: القوة الحقيقية بتيجي منين؟ من السيف والجيوش، ولا من إنك تكسب عقول وقلوب الجيل اللي جاي؟ تجربة تحتمس الثالث بتدينا الإجابة. الإمبراطوريات اللي بتعيش بجد بتتبني بالاتنين مع بعض. القوة العسكرية بتفرض الواقع على الأرض، لكن الدبلوماسية والعقل هم اللي بيخلوا الواقع ده يستمر. السيف بيفتح الباب، والعقل هو اللي بيخليه مفتوح على طول. وده يمكن يكون هو الدرس الأهم والإرث الحقيقي لعصر المجد الحربي.